هاي ساندرا، ازيك؟ ازيك؟ النهارده جاي لك باسئله كتير عن السكر والمحليات بصفه عامه. جاهزه؟ يا اهلا وسهلا. اول سؤال معانا النهارده، ايه الفرق بين السكر البني والسكر الابيض؟ الفرق هي مراحل التصنيع. السكر الابيض عدى بمراحل تصنيع اكتر عشان يوصل للون الحلو الكريستالي اللي احنا بنحبه ده. السكر البني عدى بمراحل تصنيع اقل، وساعات بيزودوا له دبس سكر وتختلف انواع الدبس هنا. عايزه اقول لك ان سعراتهم الحراريه تقريبا تكاد تكون واحده، ومعدل الجلاسيمي كمان بتاعهم يكاد يكون واحد. نوع تاني من السكر اسمه اسبرتام، وسكر تاني اسمه ستيفا، انه فيهم صحي اكتر؟ الستيفيا هو مستخرج طبيعي من ورق لونه اخضر. الستيفيا في منه نوعين، نوع بيبقى البرودكت او المنتج بتاعنا السكر لونه اخضر، ونوع تاني لونه ابيض. برضو دي فرق مراحل تصنيع. الستيفيا يعتبر امن حاجه موجوده في السوق، ولكن ما نديهاش للاطفال اقل من 5 سنين ولا للسيدات الحوامل، لان لسه ما عملوش ابحاث كتير تثبت انه امان على المدى الطويل. طيب في ناس بتحلي الحلويات والكيك بسكر الستيفا، ده صحي ولا لا؟ كل ما هو بناخده باعتدال مفيش منه مشكله، لكن لو كل يوم هعمل صينيه بسبوسه بالستيفيا، الحقيقه في ناس اثبتت بالتجربه انه مثلا في ناس من مرضى السكر في انواع من سكر ستيفيا بيرفع لهم نسبه السكر في الدم. فهي بالتجربه وتختلف من شخص للتاني، ولكن اي حاجه باعتدال. يعني هعمل صينيه البسبوسه بالستيفيا مفيش مشكله لو ظبطت هايل، لكن هعملها مره كل اسبوعين مش مره كل يوم. طب والطعم بقى، ما بحلي الحلويات الكيك والبسبوسه او الحاجات زي كده بالستيفيا بتدي نفس النتائج بتاعت السكر الابيض العادي؟ في انواع من الستيفيا، في ستيفيا بيتبخر منه شويه زي الكحول كده، فبيبقى تسكرته اقل في الحاجه فبحتاج ازود منه. وفي انواع تانية ستيفيا الحقيقه السكر بتاعها او قدرتها على تسكير الحاجه بيبقى اكتر بكتير، فبنحط حاجه بسيطه. واحنا بنشتري ستيفيا نتاكد انه مكتوب عليه ان ده جاهز انه يتخبز بيه للخبز، فيقدر يستحمل درجات حراره الفرن ونقدر نخبز بيه. طب لو هحلي العصاير بالعسل ابقى كده في التمام، ولا برضو ممكن وزني يزيد؟ في التمام من ناحيه الدايت. العصاير اساسا مش معانا في الدايت. بس خليني اقول لك انه سعرات الحراريه اللي في معلقه العسل ما تقلش كتير عن اللي في السكر، تقريبا من 60 ل 70، تختلف من نوع عسل للتاني سعر حراري في المعلقه الكبيره، والسكر تقريبا في نفس الحدود. عايزه اقول لك على حاجه، ان العسل مفيد، ولكن احنا لما بنكبر خلاص مش محتاجين القيمه الغذائيه العاليه قوي اللي في العسل دي. لو بنعمل دايت ممكن ناخد معلقه عسل الصبح على الريق، وبتبقى معلقه صغيره مش كبيره. العصير فيه سكر طبيعي اللي هو الفركتوز، احنا مش محتاجين نتدخل ولا نزود فيه اي حاجه خالص. طب في معلومه بتقول ان ضرب العصير في الخلاط بيحول السكر اللي جوه الفاكهه لسكر طبيعي، وبيدي برضو نفس الايفكت بتاع السكر الابيض العادي، ده صحيح؟ السكر الابيض مكون اسمه جلوكوز، السكر اللي في الفاكهه اسمه فركتوز. الفركتوز ده بيدخل يتكسر في الكبد. لو انا عندي اي مشكله في الكبد ما بنصحش ان انا لا ازود في الفاكهه ولا ازود في الفركتوز عموما. لكن ضرب الحاجه في الخلاط ما بيغيرش نوع السكر من جلوكوز لفركتوز، ولكن بيكسر الالياف فيدخل الجسم. بدل ما اكل برتقانيه تشبعني، لا هعمل 3 برتقانات في كوبايه عصير، نفس السعرات الحراريه اضربها في 3، هيدخلوا هيتهضموا في 3 ثواني واجوع تاني. الشوكولاته البيضاء فيها سكر اكتر من الشوكولاته العاديه؟ حقيقي، وبتخن اكتر وفيها سعرات حراريه اكتر. بس انا بقى شخصيا لا باكل العاديه ولا باكل البيضاء. لا الحقيقه بحب البيضاء، باكلها كل شويه كده. بس الشوكولاته اللي انا انصحكم ان انتوا تاكلوها مره و2 في الاسبوع هي الشوكولاته الداكنه الغامقه، ويا سلام لو لقينا نوع ما فيهوش سكر. في تريكايه اعرف بيها العصاير المعلبه الفري شوجر فعلا، ولا مجرد كلام تجاري؟ ببساطه خلينا نقول ان احنا هنصدق المكتوب على العلبه. هنقلب العلبه هنلاقي جدول، الجدول ده مكتوب فيه كلمه اسمها شوجر او سكر بالعربي، ونشوف كام جرام، ونحاول كده نشوف هم مثلا 30 جرام 50 جرام، نوزنهم بالمعلقه وهنفهم ده سكر خالي من السكر ولا لا. طب لو فشلت ان استغنى عن السكر الابيض العادي، ايه هو المعدل الطبيعي للسكر بتاع الانسان العادي في اليوم؟ معلقه صغيره، معلقتين صغيرين، مش اخر الدنيا. ولكن هقول لك على تريك لو استخدمتها هتقدر تستغنى بمنتهى السهوله عن السكر العادي. طريقه ال21 يوم بنطبقها على اي حاجه في الحياه. مخنا علشان يحول اي حاجه لعاده او يتعود على اي حاجه بياخد 21 يوم. يعني لو عايزين ننتظم في اكل حاجه معينه، عايزين نبطل فطار، عايزين نفطر، عايزين نبطل تدخين، عايزين نبطل قهوه زياده عن اللزوم، اي حاجه عايزين نبطلها او ندخلها في نظامنا، 21 يوم. لو جربتوا ان انتوا تقللوا السكر اللي بتاخدوه في كوبايه الشاي او السكريات اللي بتاكلوها على مدار اليوم لمده 21 يوم، هتيجوا في اليوم ال 22 اراهنكم تيجوا تاكلوا حاجه مسكره او تحطوا ربع معلقه سكر على الشاي
الشاي هتحسوا نفسكم جزعت، لا مش ده الشاي اللي انا عايزه. طب في بعض الاطعمه الخداعه اللي هي طعمها مش مسكر بس هي مليانه سكر؟ كل المعجنات الحادقه اللي ناس كتير بتحبها وتقول لك انا ما بحبش السكر، انا هاكل باتون ساليه بالجبنه الرومي، انا ما بحبش السكر، انا هاكل فطيره بشويه جبنه بيضه. كل النشويات اللي بناكلها دي بتتحول جوه جسمنا زياده منها لسكر. حتى السناكس الصغيره اللي في الاكياس دي بقى سبب زياده وزن الشعب كله. يعني دي اتجنبها خالص. ما نتجنبهاش، لانه انا مش هطلب منكم المستحيل. انا شخصيا ببقى في الشارع ساعات وببقى جعانه ومش لاقي حاجه اكلها، وبروح الكشك اكل اي حاجه موجوده. على قد ما نقدر نخلي الزنقه دي تحصل مره او 2 في الاسبوع مش اكتر، ونحاول ننزل بشويه خيار شويه فلفل، ساندوتش صغير، اي حاجه معموله في البيت هتبقى ابرك وارخص وصحيه اكتر من اي حاجه هنشتريها من الكشك. سوبر ستاندر السكر، شكرا ليكي. شكرا ليكم.